كنز معلوماتي على السريع. تخيل كده يا صديقي، من حلم غريب بالتحليق الاختراع غير وجه العالم للأبد. من آلاف السنين البشر كانوا دايما بيبصوا للسماء ويتمنوا يطيروا زي الطيور، بس أول خطة حقيقية حصلت في القرن ال19 الميلادي لما بدأ المخترعين يجربوا تصاميم للطيارات. لكن محدش قدر يطير فعلا لحد ما ظهر الإخوان رايت، وكانوا بيشتغلوا في ورشة تصليح دراجات. لكن كان عندهم حلم غريب، إن هم يخترعوا آلة تقدر ترفع الإنسان في الجو وتتحكم في الاتجاهات كأنها طير. في سنة 1903 في ولاية نورث كارولينا بأمريكا جربوا أول طيارة اسمها فلاير. كانت مصنوعة من خشب وقماش مزودة بمحرك بسيط، وفي يوم 17 ديسمبر أقلعت الطيارة لمسافة 37 متر بس لمدة 12 ثانية. بس اللحظة دي غيرت التاريخ كله. من بعدها الطيارات اتطورت بسرعة رهيبة، بقت تنقل الناس والجيوش لحد ما وصلت للطيارات النفاثة اللي بنشوفها النهاردة. بس كده، وما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.